منين كنقولوا العواشر ضروري من اننا نحضروا الحلوى للعيد نقدموها في الفطور اولا للضيوف ديالنا في القهيوه ديال العشيه. صراحه كتجي بنينه، واهم حاجه انه اقتصاديه. غير بيضه وحده ب 125 غرام ديال الزبده كتعطيكم 50 حبه، كتجي لذيذه وهشيشه كتذوب ذوبان. بسم الله على بركة الله. في قصريه اولا في بول اللي كتفضلوا كنضيف هنايا 125 غرام ديال الزبده مارغرين. انا كانت عندي بارده ما جبتهاش بكري من الثلاجه، دفيتها هكا شويه في واحد الكاسرونه، زدت ليها قبيصه ديال الملح، كيس ديال السكر بنكهه الفاني، وكاس ديال السكر سنيده. خدموا المكونات مزيان مزيان حتى كتحاولوا تدمجوا ديك الزبده مع سنيده هكا وتخدم معاكم مزيان مزيان. وغنزيد هنايا واحد كاس ديال زيت المائده، دائما بقياس كاس العنبه. غنضيف هنايا بيضه كبيره بحجم كبير بدرجه حراره الغرفه من الاحسن، وغنخدم هاد المكونات مزيان مزيان حتى نتحصل على شكل بوماد. ضروري انكم تخدموا هكا بالكف ديالكم باش الزبده تنسجم مع جميع المكونات وما تبقاش تبان لينا في الحلوه ديالنا. من بعد غادي نزيد ليها كيس ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام، وغادي نزيد هنايا دقيق ابيض يكون نوعيه جيده خاص بالحلويات بالتدريج شويه بشويه حتى كنجمع الحلوه ديالي ما تقصحوش العجينه نهائيا. هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. من بعد ما جمعتها غنزيد لها واحد المعلقه كبيره ديال بودور الخشخاش اولا البافو، هادو اختياريين ولكن كيزيدوا واحد زين الحليوه ديالنا. النصيحه اللي نعطيكم هو انه فاش تضيفوا الدقيق حاولوا تجمعوا بالاصابع ديالكم، ما تعجنوش اولا تدلكوا نهائيا. ديما الصابلي اولا الحلوه اللي كتكون عندنا فيها الزبده ما كندلكوهاش. صافي انا غندوز نشكل الحليوه ديالي. غادي نشكلها هنايا بهذا المرشم، ها نتوما كيكون فيه جوج وجوه، من هاد الجهه كتكون شهده ومن هاد الجهه كتكون على شكل مروحه. كناخذ كميه من العجين كنكركبها هكا بين يديا وكندير داك المرشم. ضروري انكم ديروه في الدقيق باش ما يلصقش لكم على الحلوه، وكترشموا الحليوه ديالكم بهذا الشكل. من بعد كنزينها هنايا بواحد اللوزه، تقدروا تزينوها بالكونفيتير اولا تطيب وديروا في ديك الحفيره الشوكولا بيضاء اولا السوداء اللي يعجبكم. بالنسبه لطريقه الطهي، فرن مسخن من قبل على النار اللي تكون مهيله، كندخلوا اللاطه ديالنا ونخليوها حتى كطيب من النار غير من الاسفل حتى كطيب، وكنشعلوا لها النار من الاعلى تحمر الوجه ديالها. راه صراحه كتجي لذيذه وما تاخذش معاك الوقت نهائيا، كتعطي كميه اللي وفيره تقريبا لاطه ونص هذا اللي صورت معكم. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. ها نتوما تبارك الله ما شاء الله كيفاش كتجي محمره، كتجي هشيشه كتذوب في اليد قبل الفم. جربوها ان شاء الله وردوا عليا الخبر. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد. الى فيديو اخر ان شاء الله.